السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة وعمر كورة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. الوداد يقصي صن داونز في عقر داره. الوداد يتعادل بنتيجة إيجابية 2-2 في بريتوريا في جنوب أفريقيا، ويقصي من الدور النهائي أو الوصول للنهائي لمقابلة الأهلي. طبعا ثالث نهائي ما بين الأهلي والوداد 2017. الأهلي والوداد طبعا أنتوا عارفين إن الوداد فاز بهدف الكارتي في 2017 وكان متعادل 1-1 في القاهرة. و2022 السنة اللي عدت فوز الوداد على الأهلي، طبعا كلكم عارفين حصل ازاي 2-0. والسنة الثالثة أهلي ووداد إن شاء الله البطولة أهلوية بإذن الله، البطولة أهلوية. الوداد طبعا فعلها وطلع صن داونز المرعب، مرعب أفريقيا. اللي بيقول لك صن داونز تعادل 2-2 يعني هزيمة. كان متعادل قبل كده في مباراة الإياب 0-0 في المغرب. على فكرة الوداد يعني مش عايز أقول عقدة لصن داونز، دايما بيطلع في الأدوار الإقصائية. يعني لو أنت حسبت إن الوداد فايز على الترجي على صن داونز 5 مرات مقابل 3 فوز لصن داونز. أغلبية ال5 دول منهم 3 إقصاءات. الاهلي طبعا ما يفرقش معاه، سواء احنا قلنا ما يفرق، انا كنت اتمنى صن داونز لكن ما يفرقش مع وداد او صن داونز. اهم حاجه الاهلي ان شاء الله عنده شوطين، شوط في القاهره يوم 4/6 وشوط تاني في المغرب يوم 10/6. لازم الاهلي يحسمها من القاهره. انا ما تعرفش اللي يحصل هناك، لازم الاهلي يحسمها. طبعا تاريخ، لو قلنا ان تاريخ الاهلي والوداد تقابلها من قبل 11 مره. كان الغلبة الأهلي فاز 4 مرات، ولكن الوداد فاز في 3 وتعادل في 4 مرات. مباراة امبارح الأهلي والترجي يعني كان في أرقام عالمية، أرقام مذهلة مش هتكلم كتير عنها. يعني من ضمن الأرقام ده هي إن الأهلي عمل في خلال 4 دقائق و23 ثانية 97 تمريرة ما بين لاعيبة الأهلي بعضها البعض. جميع لاعيبة الأهلي بلا استثناء إلا كهرباء لمس الكورة. 97 تمريرا، رقم مذهل، رقم عالمي. سجل طبعا في موسوعة جينيس. فمن ضمن كمان يعني الأرقام 753 تمريرة للاعيبة الأهلي بدقة 95%. ما كانش بتحصل 95%. معدل عالمي، معدل كبير وانجاز كبير للنادي الاهلي. وبرضه لو اتكلمنا على الارقام فرديه زي عبد المنعم دقه تمرير 97% والشحات دقه تمرير 90%. انتهينا من الاخبار المحليه. في اخبار عالميه النهارده كتير، اولها طبعا اكتساح السنغال زي ما قلت واتكلمت قبل كده، مكتسح كل حاجه. صعد كاس العالم، خد كاس افريقيا، خد طبعا كاس افريقيا المحليين. كمان امبارح فاز على المغرب في النهائي وفاز عليها 2-1 وتوج ببطولة أفريقيا للشباب تحت 17 سنة. وما زالت السنغال وأرقام مذهلة. النهارده تعادل ليفربول مع أستون فيلا 1-1 ورسميا ابتعد عن دوري الأبطال، خاصة بعد فوز نيوكاسل وفوز يونايتد، وخلاص يعني على بعد خطوات كبيرة ولدوري الأبطال. هزيمة مفاجئة لبايرن ميونخ النهارده. بايرن ميونخ يعني يدي هدية لبروسيا، اتغلب 3-1 في الدوري الألماني من لايبزيغ. طبعا باير وبروسيا ولايبزيغ صعدوا رسميا لدوري الأبطال. النهارده هزيمة 3-1 يعني خلاص. بروسيا لو فاز بكرة هيبقى قعد يعني فرق نقطتين وقعد مباراة لكل منهم. عندك بايرن 68 نقطة ولكن بروسيا 67، لكن بروسيا ليه مباراتين منهم مباراة هتلعب بكرة. السيتي وما أدراك ما السيتي شكله ياخد كل حاجة السنة دي. السيتي ياخد دوري الأبطال النهارده. السيتي يتوج بطلا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في تاريخه، المرة الثالثة تواليا والتاسعة في تاريخه. المرة التاسعة في تاريخه والثالثة تواليا، وخاصة بعد هزيمة أرسنال 1-0 من نوتنغهام فورست. طبعا على فكرة نوتنغهام يعني رسميا لا يهبط وبقى في الدوري الإنجليزي. طبعا السيتي لعب كام مباراة؟ لعب 36 مباراة وليه مباراتين 85 نقطة. أرسنال طبعا 81 نقطة، خلاص انتهى. فاز في 27 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر
4 مباريات وسجل 92 هدف، وتلقى شباكه 31 هدف وله مباراتين. طبعا ألقاب السيتي حصل على 9 ألقاب، موسم 36 37 وموسم 67 68. وبعدها طبعا قعد فتره كبيره قوي لحد ما رجع 2011 2012 و2013 2014، وخد 2017 2018 و2018 2019 و2020 2021 و2021 22. وهذه البطوله التاسعه والثالثه على التوالي 2022 2023. اتمنى ان تكونوا سعدتم بهذه الحلقه وهذه الارقام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.